تعالوا اقول لكم ازاي نعمل سلطه كول سلو زي بتاعه كنتاكي بالظبط، ويمكن احسن كمان. انتوا مش هتتخيلوا انها تكون بالسهوله ديت. يلا نعملها مع بعض في وقت بسيط جدا. يلا، اول حاجه جبت كرومب كابوتشي واحده كبيره وقسمتها، خدت نصها وبقطعها رفيع خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وبعدين ارجع اقطعها تاني انها تبقى رفيعه جدا. وبعد كده بجيب الجزر واقطعه. المفروض الجزر بيتعمل بالمبشره لو عندك مبشره، بس انا عشان مش عندي مبشره فاستخدمت المقشره بتاعه البطاطس، بقطعه بيها وبعدين ارجع اقطعه تاني عشان يبقى رفيع زي ما انت شايفه كده. حطيت الجزر والكرنب قطعتهم وحطيتهم في البوله مع بعض. بعد كده بقى هبدا اعمل الدريسنج بتاع السلطه. اول حاجه بنجيب كوبايه زبادي، وبعد كده بنحط حوالي برضو كوبايه مايونيز او اقل من كوبايه مايونيز، وبنحط معلقه ملح صغيره وحوالي 4 معالق سكر. المقدار ده بيتحط له 4 معالق سكر. وبحط بقى ايه يعني معلقتين خل كده بساط، وابدا بقى اقلب انعم معايا الدريسنج. من شايفين ناعم ازاي. بحط له بقى معلقتين لبن حليب كمان، وابدا بقى اقلبه لحد ما يبقى بالشكل اللي انت شايفاه دوت. طعمها هيبقى رهيب جدا، هتشوفي وهتجربيها وهتبقى فعلا زي ما قلت لك زي بتاعه كنتاكي بالظبط، يمكن احسن كمان. بعد كده بقى هجيب الكرنب والجزر اللي انا قطعتهم واحطهم على الدريسنج اللي انا عملته واقلبه واخلطه كويس جدا جدا، امكسهم ببعض كويس جدا. وبعدين هغطيه واحطه في التلاجة. بيتحط في التلاجة يعني مثلا ايه من 2 ل3 ساعات. ممكن تحطيه يوم كامل، يعني تعمليه بالليل وبعد كده تطلعيه الصبح. كل ما تحط في التلاجة اكتر كل ما ايه بقى احسن وافضل. بس كده. وكده بتطلعيه وتاكليه جنب الاكل زي ما انت شايفه كده. عملته جنب الرز